أعزائي المشاهدين، بنرحب بحضراتكم للمرة التانية. وزي ما رندا نوهت وقالت إن احنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا في فقرتنا التانية، هنتكلم عن الطرق السريعة والمحاور والطرق الدائرية اللي بتخفف من وطأة الضغط على الطرق الرئيسة، والمعمولة أساسا علشان يبقى في يعني سهولة ويسر في يعني طرق المرور المختلفة. ولكن في الآونة الأخيرة بدأنا نسمع كتير جدا عن حوادث سيارات كتيرة جدا جدا، مرة على المحور، مرة على الطريق الدائري، مش عارفين ايه السبب. طبعا احنا بنحاول ان احنا نخرج من هذا المأزق، وبنحاول اكتر ان احنا نوجد حالة من الليونة واليسر في سيرورة المرور. معنا ومعكم في هذه الفقرة مشاهدينا ضيوفنا الكرام. معنا سيادة اللواء ماهر زخاري، مدير تراخيص مرور القاهرة سابقا. اهلا بحضرتك معنا يا فندم. ومعنا ومعكم الأستاذ الدكتور حسين أحمد حسين، أستاذ الطرق والمرور بهندسة القاهرة. اهلا بحضرتك معنا يا فندم. سيادة اللواء، في البداية عايزين نعرف كيف يمكننا إيجاد رقابة مرورية، طبعا علشان يكون هدفها سهولة تنظيم حركة سير المرور، والتاني حاجة والأهم إن ما يبقاش في حوادث للطرق. هو حضرتك الرقابة موجودة من خلال عدة أشياء. نعم. غرف عمليات دي بتراقب المدن. تمام. ومن خلال الشاشات الموجودة والمتابعة أو اختارات الموجودين في الطرق بيتم اختار ومتابعة حركة المرور. نعم.